السلام عليكم. عاملين ايه يا جدعان؟ عامل ايه في يا ابني في حياتك؟ عايز فلوس؟ والله وانا كمان. النهارده بقى جايين نتكلم عن ناس ما نعرفش نستغنى عنهم في حياتنا. لو استغنينا عنهم في حياتنا مش هنعرف نعيش. الناس دي بتعلمنا كل حاجه حلوه في حياتنا، بتعلمنا ازاي نلبس، ازاي نسرح، ازاي تظبط حماده. لو انت ما تعرفش مين حماده اصلا انت فايتك كتير. فيلا نشوف على طول، نخش في الفيديو من غير وجع دماغ ورغي، عشان الانسان بقى رغاي. لما تتفرج على الفيديو اعمل لايك للفيديو لو هو عجبك، ولو الفيديو ما عجبكش انزل اشتمني في الكومنتات. بس قبل ما نبدا الفيديو لازم نقول الحقونا. هو في مرض اسمه سرطان؟ الحقونا الحقونا بجد. ما ينفعش موديل. مين ينفع طيب؟ يعني ما لازم تبقى موديل كده كمان. لازم نروح صور دلوقتي الراجل ده بقى يا جماعه على انستجرام مثلا بتبعت له صورتك وهو بقى يقيمك انت بني ادم بقى، ولا انت تنفع بني ادم اصلا ولا لا. انت تنفع تعيش معانا، ولا انت بقى نرميك في الزباله بقى، ولا انت شخصيتك ايه بقى. براند لوي فيتون، ولا نروح صور لاي براند عالمي وانجز نفسك. هو تمام طبعا، يعني مع اي حد شبه الفنانه علا غانم يصور لاي براند عادي. تنفعي موديل وباين انك طويله وكمان بتعرفي تبوزي، فودي يعني على طول. واضح طبعا ان انت تصور لي البراند مستريح طبعا، بتعرفي تبوزي، فودي على طول، ودي رقمك على طول في الدي ام عندي، باذن الله تعرفي تبوزي وتعرفي تبراندي. لا ما اعتقدش ناحيه الفاشون موديل خالص، يعني ممكن بقى تروحي ناحيه اعلانات او تمثيل، بس فاشون موديل ما اعتقدش ان ده الاستراكشر اللي بيروح ناحيه الفاشون موديل خالص. فاشون موديل لا، لو رحت لهم هتطردي، خلي بالك. يعني هو ودها من الفاشون موديل عادي، حاجه عاديه، تمثلي، مش هتبقي فاشون موديل، لا تمثلي. صديقي اعتقد لا، برضو الكارير ده مش ليك، ففكر في حاجه تانية يعني ممكن تبقى اجمد فيها بكتير قوي. بناء على ايه يا عادل امام؟ بناء على ايه يا مستر ايجيبت؟ ما الراجل زي القمر اهو، اشتغل على نفسه، يدرج الجناب وهيكسر الدنيا. بص انت متصور صوره بروفيشنال، فقادر اشوف كويس قوي انت تنفع موديل ولا لا، بس انا شايف برضو ان كفاشون موديل لا، ملامحك مش موديه في الحته دي. وشك مش عاجبني يلا، انت يلا وشك مش عاجبني يلا، مش هينفع تخش الفاشون موديل. ممكن تمثل بقى او تغني، ممكن تغني عادي، شكل وشك تحسه بيغني، شكلك شبه الفنان ريكو الله يرحمه. هو انت ما ينفعش اصلا تشتغل اي حاجه غير موديل. انت ما ينفعش اصلا تشتغل اي حاجه غير انك تغني، لان انت شبه الفنانه دعاء لب. انت موديل جدا يا عم، ودي يعني مش يعني انا لو عملت اللي هي المكرونه الاسباجيتي دي هنا كده اودي في الفاشون موديل. اعتقد لا، يعني الكارير ده مش هيبقى احسن حاجه معاكي، بس ممكن تروحي ناحيه الاعلانات. ممكن مثلا تخشي علوم او تخشي كليه تجاره، هتودي فيهم جامد قوي. برول الاستراكشر بتاعت وشك حلوه قوي وتنفع موديل، بس حط في الاكونت بتاعك صور. ايه الاستراكشر بتاعت وشك دي؟ بنحسبها ازاي الاستراكشر؟ يعني انا عايز اعرف الاستراكشر بتاع وشي. الاستراكشر بتاع وشي دوت لازم اخش هندسه عشان اعرف اجيب الاستراكشر. لازم بقى وشي يكون متوازي اضلاع، وشي يكون مكون من 6 اضلاع زي حلقه البنزين، واقعد احسب بقى بمسطره ومحيط المربع. لو وشي مربع، لو وشي دايره يبقى محيط الدايره. كان غالبا باينك تربيع حاجه زي كده. برو مش تنفع في الموديل للاسف، بس ممكن تروح خساره يا خساره، انا كنت رايح الصبح اموديل، انت قلت لي كده خلاص انا فشلت. ياه مروان بابلو. مين في الرابرز ينفع يبقى موديل؟ ده في حاله ان هو لو عايز يعمل كارير شيفت، يعني لو هيسيب الراب بقى ويروح يموديل. بص ويجز الصراحه ما ينفعش يبقى فاشون موديل، لكن ينفع يبقى امباسادور لبراند او في الاعلانات، هو شاطر قوي في الحته دي الصراحه. وينفع يبقى رابر، يعني انا حاسس ان ويجز دوت ينفع يبقى رابر، شكل واحد رابر. مروان موسى برضو بحس ان ما ينفعش يكون موديل، بحسه شخصيته انطوائيه شويه قوي يعني. مروان موسى بحسه متوحد، ما ينفعش يبقى موديل، لان الموديل لازم بيبقى شخص اجتماعي جدا، بيبقى لازم شخص محبوب. الموديل بيبقى لازم شخص محبوب، وبيبقى بار والديه الموديل. ما ينفعش مروان موسى تحسه قافل على نفسه شويه. ما اعتقدش مثلا ان ممكن حد يكون هيقلد مروان موسى في اوتفيت هو لابسه. انا ما شفتش حد قلد حد في اوتفيت هو لابسه اصلا، يعني ما شفتش حد لابس نفس الاوتفيت اللي حد لبسه. الحد الوحيد اللي بنقلده في لبسه هو فليكس الفقدان، لان كلنا بنلبس فانلات قط، هو الوحيد، هو ده لبسه اصلا. تفتح الدولاب بتاع فليكس الفقدان هتلاقي كله ايه، صف تيشيرتات قط، فانلات قط بيضه. سانتا ينفع موديل جدا الصراحه، الكاركتر بتاعه مختلف وشكله مختلف ويضيف للبراند جدا. الاستراكشر بتاع وش سانتا مثلث، ففي الحاله ديت لو
خدناه ان هو مثلث، طبقنا عليه قانون فيثاغورس بان ازاي نجيب الوتر. ده الوتر بتاع المثلث راس سانتا، والحتتين دول اللي هم الضلعين العاديين. فالاستراكشر بتاع سانتا لا موديل جدا. ابو الانوار ما ينفعش فاشون موديل، بس هو اكتر حد انا بشوفه شاطر في حته الفاشون دي، ان هو يطلع بشكل مختلف وترندي والناس تقلد اوتفيتس هو بيلبسها. هو جامد في الحته دي الصراحه. طب ما هو كده ينفع. ما انت قلت كل حاجه عليه جامده والناس بتقلده، خلاص فهو ينفع. عايزين تاخدوا شعركم كده لمعان وتغذية، هي دي أسرع وأنجز طريقة لتغذية الشعر. انت مين؟ انت مين؟ انت بتتكلم كده ليه؟ انت مين؟ انت مين؟ اكلمك ازاي؟ اكلمك بانهي وش؟ انت مين؟ غليت بذور الكتان ولما بتغلوها بتقلب زي فوم جل. صفيت البذر من الجل وزودت عليهم معلقة كوكونات. يا عم الصوت مش ماشي مع الصورة. في انت معانا؟ بذور الكتان مش بس الأكل، بس هو السر الرهيب للشعر. انا اول مرة اشوف الميكس ده. يعني انا مش مركز دلوقتي في بذور الكتان ولا في بذور الشيا ولا في الحلبة. انا مركز معاكم مركز معاكم. لما بنغليه بيقلب مادة جيلاتينية مليانة أوميجا 3. أنا أصلا هحط وأنا بتكلم معاكم مليانة أوميجا 3. فيتامين. قوم اغسل التفافة اللي انت حطيتها على شعرك دي مليانة معادن بتغذي فروة الراس وبتقوي بصيلة الشعر. حلو انه يبقى كمان بديل للجل الشعر، يرطب الشعر. اوبا، شدوا كرسي واقعدوا تعالوا نتكلم جماعة. لا انا مش هشد كرسي ولا هسمع كلامك ولا هقعد. ادي الكرسي اهو. انا هكلمك وانا واقف عشان انا عايز اشوف لك حل. انا عايز اكلمك راجل لراجل. انا مش هقعد. اللي انت هتقوله انا هعمل عكسه. حلو الجلو ده صح؟ انا احبه اكتر، مش كفايه بالنسبه لي، فطبعا انا بقيت بستخدم التير امبول ده بس. يا استاذ ياسمين صبري، انت بتكلمني انا ولا انت بتكلم؟ انت اكيد مش بتكلمني انا هعمل ليه جلو هنا وهعمل ليه كونسيلر بطريقه معينه. يعني انا ما بحطوش على وشي كله، انا بحطه بس هنا. يا عم غلط يا عم هنتحاسب يا عم انت مرعب ليه؟ انت مخوفني. انا مش عايز اقعد، بقول لك مش عايز اسمع كلامك. بيلمع هبل. اوبا، الصراحه طبقه صوتك جميله. انت لو غنيتها هتقعد اسلام كابوتشا في البيت. ايه اللي حصل بقى كده؟ بشرة حضرتك جميله يا عم. ما ينفعش اللي انت بتعمله. انت خليتنا نقول كلام ما ينفعش نقوله يا عم. الحاجات دي ما بتنرفعهاش على الانترنت. روتين شعرك يا جو. انا في الفيديو دوت جاي اقول لكم انا بعمل شعري ازاي. مين اللي طلب روتين شعرك؟ اكيد ده مثلا حد اقرع، وائل جمعه مثلا. اكيد اللي يطلب روتين شعرك حد اقرع، حد ما عندوش النعمه ديت فعايز اي حاجه. بصوا الحوار مش سهل ومش صعب. مش سهل في الفلوس ومش صعب في العمايل. يعني مش هياخد منكم تلت ساعه. بص يا اسطى، الموضوع سهل اقسم بالله قوي. هتخش تغسل شعرك بس او تتوضى. بصوا يا اخواتي، اول حاجه لازم تستحموا كل يوم اول ما تصحوا من النوم، عشان انتوا هتصحوا شعركم بايظ. هنستحمى. هنعمل ايه بقى؟ مهمه قوي النقطه اللي هو قالها دي. نكتب بقى وراه. تستحمى كل يوم. مهم قوي شعرك. ده شامبو للكيرلي، وده بلسم للكيرلي برضو. انا لسه مستحمي دلوقتي، حطيت حته من الشامبو غسلته وبعدين حطيت حته من البلسم. انا لسه مستحمي يا بنات يا جدعان. لسه مستحمي وعندي نوعين، عندي شامبو وعندي بلسم. نخلي بالنا لان انا نزيه قوي. انا مسميني في البيت اصلا النزيه. دلوقتي بقى شعري يكون انشفه نص تنشيفه. نص تنشيفه، مش ربع تنشيفه ولا تمن تنشيفه، لا نص. نخلي بالنا في طريقه التنشيف. الحاجات دي بتفرق قوي. البانتيز اللي هي الحاجات اللي بنلبسها الداخليه، والبارا والبوكسرز والكلام ده كله، البس ايه للدرجه دي؟ الطب بقى ما بيجيبش فلوس. دكتور جوده عمل كارير شيفت وبقى بيدي نصايح ازاي تلبس وازاي تعمل. يا جماعه؟ اللبس بتاعنا ولد او بنت يجب انه يكون شورت. ما قلتش بقى لا بوكسر ولا بانتيز. احنا بنلبس شورت وقطن وواسع. ولد او بنت، راجل او ست. احنا جايب لنا الكلام باللي انت لابسه دلوقتي ده. دايس والحاجات دي. العب بقى وقوم هات لك طقمين عثمان. انا لابس القميص الداخلي او بنسميه الفانيلا او الشورت او الداخلي ابيض. ما اعتقدش ان في حد سأل يا دكتور جوده. ما اعتقدش ان مثلا جالك كومنت واحد كده دكتور جوده معلش انت لابس ايه تحت. دي ممكن يكون حد بعتها لك في الخاص لكن ما حدش كتبها لك في كومنت. فلو حد بعتها لك في الخاص يا دكتور جوده انت لابس ايه تحت اللبس،
رد عليه في الخاص، ما تعملناش الفيديو ده بعد اذنك. كل اللي انت محتاج تعرفه عن اللبس الفورمال في اقل من دقيقة مع مكاوي. ركز معايا، هنحتاج بدلة سودا، بدلة كحلي، بدلة بيج، بدلة رصاصي، بدلة بني. هنحتاج فلوس يا جماعه قبل ما نجيب البدل دي، هنحتاج ننزل نشتغل، هنعمل فلوس كتير قوي بعدين نفكر في الحاجات دي. قميصين بيض، قميص بني، قميصين بيج، قميصين لبني، قميص اسود. هتجيب بقى لا خلاص ما تلبس انت بقى، تعالى البس انت مكاني وانزل اخرج بقى مع اللي انا هنزل اخرج معاهم. جيب بقى من ميكلينج حزام اسود بتوك رصاصي وحزام بني بتوك دهب. الحزامين دول هيدوك. نخلي بالنا يا جماعه نجيب الحزام من البراند بتاعي، ما ينفعش نجيب حزام من حته تانية لان الطقم كده هيبوظ. تعال اقول لك ازاي تاخد شعرك من اكرت لعلى وضعه بالفازلين بس. هتفرد شعرك وتنزل تعمل استشوار ومكوى والفازلين دوت تمسح بايدك بعد ما تخلص. ده حرفيا ازاي تحول شعرك من كده لكده بالفازلين. اظن مفيش ارخص من كده. يلا بينا. بعد ما تخلص الدش هتسيب فيه نص بله، ولو تعرف نخلي بالنا يا جدعان برضه هنسيب فيه نص بله، مش ربع بله ولا تمن بله، نص بله. نص ساعه كده تلاقيه نشف على وضعه. ابتدي بقى خد حبه فازلين افركهم كويس في ايدك وعديهم. انت فارد شعرك لما قال بس يا دكتور مكاوي الفازلين ملوش اي علاقه بالموضوع. لو عندك الشميز الابيض اللي كلنا بنحبه او اي حاجه فاتحه سواء بولو او غيره، ما ينفعش الا مؤاخذه يبانوا. انت هتقول البس ايه؟ بكل بساطه هتجيب البلاستر المدور ده، هتاخد 2. طب يا عم الحمد لله يا عم، لا عادي يا عم. وببساطه كده هتتعامل. يا دكتور مكاوي البس فانلة داخليه بدل لزق الجروح دوت، لان ده مضحك اكتر من لو بانوا. النهارده اقول لك على اشهر 4 ستايلات تلبس مول الجوجر. يلا بينا نبتدي باول ستايل. تلبس الجراي جوجر مع جراي بولو وسبورت سنيكرز زي ما انت شايفين كده. الستايل اخر شياكه وينفع لو نازل تعمل شوبينج. ده كورس انجليزي وكارديو اللي انت ده اللي انت بتعمله، ده مش ستايلنج، ده كورس انجليزي انت لسه حافظ كلمتين جاي تسمعهم وبتعمل كارديو. ده كارديو، ده اللي انت بتعمله دوت كارديو. لا لو انت بتكلمنا اثبت في حته. نيجي بقى لتاني ستايل. هتلبس الجراي جوجر مع الجراي هنليز وسبورت سنيكرز زي ما انت شايفين كده. ده بقى البسه لو انا نازل اقابل واحده وعايز منفصل، يعني لو نازل اقابل واحده عايزك تكرهني البس الطقم ده. الستايل ده اخر شياكه وينفع لو نازل بيه الجيم مثلا. هو فعلا ينفع لو انا نازل بيه الجيم لان هيبين لي ان انا لازم احافظ على الدايت. نيجي بقى الرابع ستايل. هتلبس البلاك جوجر مع تيشيرت بيزك وكونفرس او فانز وفلانل زي ما انتم شايفين كده. الستايل اخر شياكه. يا دكتور ببلاوي اثبت في حته عشان انا مش مركز معاك، واصلا الاوت فيت خاطف عيني، فانت اثبت في حته بس عشان انا اعرف اركز معاك. تخدعش بالمظاهر، انت ممكن تكون شايف الجينز ده قد مقاسي مرتين بس هو في الحقيقه نفس مقاسي عادي. الراجل ده يا جدعان بيصعب علينا اللبس، ده مش بيسهل على اللبس، هو كده كله بيصعب لان مفيش حاجه من اللي انت بتلبسها عندي، القطعه اللي عندك دي مش عندي او مش هعرف انزل اجيبها. فالراجل ده بقى بالذات بيصعب علينا اللبس، ده بيلبس حاجات مثلا بيجمع اكياس فاضيه عنده يجمعها يعمل بقى اوت فيت ينزل يخرج بيها. حتى شوف تعفيه. انا مش معترض على الاوت فيت، الاوت فيت جميل الصراحه وشيك جدا، بس لو انا عايز اعمل حمام مزنوق الموضوع معايا يبقى صعب قوي. كده هنتفضح بالستايل ده، هنتفضح لان انا مش هلحق، مش همسك نفسي. عشان تعرف تظبط الالوان في لبسك فدي مش حاجه صعبه خالص. كل الالوان اللي في الدنيا كلها عباره عن نوعين. النوع الاول اسمه الالوان المحايده او النيوترال كولر. هنعمل هندسه في الالوان بقى عشان نلبس، يعني هنقعد بقى النيوترال كولرز والبلاك كولرز والجرين كولرز. يا جدعان اللبس سهل يا جدعان، اللي عندك في الدولاب افتحه والبسه. ده الابيض والاسود والكحلي والجراي والبيج بدرجاتهم. والنوع الثاني هو النون نيوترال كولرز وده اللي فيه باقي الالوان. ده بقى ال 600 لون اقعد ادرسهم بقى، اقعد اعمل بقى ايه دكتوراه في الالوان عشان تعرف تلبس يا فلاح يا مبعر. حلق الخص ونطلع الفردة التانية من علبته اللي كانت في التلاجة. العلبة كانت فعلا في التلاجة. الحلق الخص، الخواتم لون الاخضر. حاسس ان انا عيب اتكلم، حاسس ان انا لو اتكلمت هيكون عيب. والسلسلة الخص ودي المفروض ان هي طماطم مربعة. نشوف بقى الفستان كابوتشا، كل اللوك على بعضه بقى. ده تلبسه لو انت نازل تقابل حد فيجيتيريان، حد بيكره اللحوم والحاجات دي، ده هيتبسط بيك جدا. ارشح لك الاوت فيت ده، بس لو راجل بقى تعرف تجيب الاوت فيت ده منين؟ ما مش هتعرف لان السوق بيبقى زحمه، مش هتعرف تجيب الكابوتشا والخس والبقدونس والحاجات دي. الشنطة يلا نشوف مع بعض الدريس. حاسس ان الشنطه مش ماشيه مع الاوت فيت قوي، يعني الشنطه دي كانت مثلا المفروض تبقى كزبره اي حاجه خضراء لان مش ماشيه مع الخاص مع الكابوتشا. كانت عايزه مثلا ده يكون ورق عنب، حاجه برضو اللي هي من نفس الدرجات. واللوك كله على بعضه.
الشوز ديت ايه؟ الشوز دي ايه؟ كرفس الشوز دي ولا ايه بقى؟ ايستر زي ما الكتاب بيقول. الصراحه تحفه. اخضر كابوتشا الشنطه واستخدام عالي قوي بس مريح بطريقه مش الصراحه تحفه. انا جعت، ده ينفعني في الدايت. الاوتفيت دوت جميل جدا في الدايت. الناس اللي عامله دايت نركز مع الناس اللي عامله دايت، ما تلبسش اي حاجه وتنزل كده، لا لا لا، نلبس حاجات فيجيتيريان برضه عشان بتشبع بسرعه. العين بتاكل قبل البق، ده تبص له تشبع. يا جماعه بصوا البلانسياجا الكارجو ده مش نفس الخامه اللي موجوده. ولسه في ناس بتسال ازاي الاهرامات اتبنت؟ وهو يا جماعه ما رجلين الفراعنه اهي، يعني رجلهم كانت قد كده، فطبيعي يشيل الحاجه الكبيره. ده اكبر دليل، دي حفريه، دي اللي هي ماسكه ده حفريه، ده مش كوتش لينا، ده حفريه. الخامه دي بطلت تنزل اصلا، ده اعلى كواليتي فيه. هي بطلت تنزل لان الناس انقرضت، ده من 7000 سنه حضاره كلنا عارفين. حتى سعره هيكون مختلف عن اي كواليتي انتوا هتشوفوها. انتوا هتشوفوا اللي ب 1500. انت شايلاه ازاي حضرتك؟ حضرتك قويه جدا. واللي ب 2000 واللي ب 1000 ده ملوش اي علاقه بيهم. ده اللي عايز خامه عاليه فعلا، مش شكله بس. ده اللي عايز خامه عاليه، اللي عايز خامه عاليه، مش خامه عاليه، لا، اللي عايز خامه عاليه وحاجه عاليه. ده للناس مثلا اللي هي 99 سم تلبسه، ده مستريح، هتبقى فاهم اطول من مايكل جوردن. ده جملته ب 4000 جنيه وانا مش هبيعه ب 4000 حتى يعني. ده الصراحه انا شايف مثلا ان ثمنه 66000. انت راكب يخت. الشباب بتاعت الشعر الكيرلي يا ابني، في حاجه اسمها كيرلي. الشباب بتاع الشعر، الشباب اللي عندها شعر في العموم. واندومي اللي انت بتعمله ده اندومي مجعد، شعرك يبقى صاحي من النوم كده. ايه ده يعني؟ ايه ده بجد؟ عايز بنز تشيل شعرك بيه. اما الكيرلي انا نفسي اعمل الستايل بتاعك ده بدل الخرا اللي انا عامله ده. نفسي اتعلم منك يا باشمهندس. بقى شعرايه ملفوفه ناعمه مع الهوا بيتحرك. ما تعمليش طبق باميه وتقول لي ده كيرلي. كيرلي ايه يا صاحبي؟ احنا اسفين يا باشا، احنا اسفين يا باشا اللي احنا ما بننفذش التعليمات بتاعت سيادتك. احنا لو نفذنا التعليمات دي كانت مصر اتنقلت في حته تانية خالص، كانت مصر راحت. بس احنا ما بننفذش الكلام اللي انت بتقوله ده، الحمد لله يعني. وبس كده يا جدعان، دي كانت الجرعه بتاعت الكورسات اللي انا باخدها النهارده، بتاعت تعليم اللبس وتعليم اللايف ستايل وكل الحاجات الحلوه الجميله ديت من الناس الرائعين اللي انا جبتهم دول، ما عدا الاستاذه ياسمين صبري. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير وكومنت، تشترك في القناه. وزي ما قلت لك، لو الفيديو ما عجبكش انزل اشتمني في الكومنتات. واظن يعني ان انا عامل مجهود ما اتعملش من ساعه ما بدات محتوى. التزام يعني، لا التزام اليوتيوب بيتي. استنى الفيديو بتاع الثلاث الجاي برضو، لان هيبقى فيديو ما اعرفش هيبقى فيديو ايه. ممكن يبقى فيديو حلو، ممكن يبقى فيديو وحش، استناه وخلاص. وبس يا جدعان، وقبل ما امشي لازم اقول لكم الحقونا. سلام.